السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله بغيت ندير معكم واحد السيجار اللي كيجي غير بالعجينة ديال الملاوي في الفران. كيجي مقرمش وتيجي زوين. بالنسبة للعمارة اللي غادي نديرو فيه غادي نحتاجو الجزر اللي هو محكوك، غادي نحمروه مزيان تيتحمر. وغنحيدوه، غادي نديرو عاوتاني لدان اللي هو مقطع طريفات، غادي نديرو معاه العطريه ديالو، شويه ديال البزار، غادي نديرو سكينجبير والخرقوم وشويه ديال الحار. بالنسبه للحار على حسب الذوق، انا ما كنديرش الملحه من الاول. بالنسبه لكم اللي كيدير الملحه يدير الملحه من الاول. تقدروا ديروا شويه ديال العطريه ديال الشاورما، غادي تجي زوينه مع هاد الخلطه هذه اللي درت. ما غاديش نخليهم يطيبوا بزاف، غير شويه بحال غادي يتشمعوا. غنضيف لهم شويه ديال البصله اللي كانت عندي محمره نيت حتى هي من قبل، وغادي نخليها تاخذ المذاق ديال البصله حتى هي. من بعد غادي نضيف ليها الجزر اللي حمرنا في الاول، كينزل. ما كنخليوش يطيب بزاف، كينزل. وكنضيفوا المعدنوس اخر المطاف، هو اللي كنضيفوه دائما في اي عماره درتو. من الاحسن تخليو المعدنوس هو الاخر. صافي وكنطفيو عليها. بالنسبه للعجين ديال الملاوي، درت عجين الملاوي عادي، ضفت ليه 2 معالق ديال الخل وخليته كيرتاح. عندي خليط ديال الطحين بين الفينو والفورس. بالنسبه للفينو درت 2 ديال الزلايف ديال الفينو و2 زلايف ديال الفورس اللي كيكونوا من نوعيه جيده باش يساعدكم على التطليق. كنعجنوا الملاوي ديالنا عادي مع شويه المليحه، شويه ديال الخل، صافي وكنخليوه يرتاح. منين كيرتاح كنديروه كويرات كبار. دابا غادي نشكلوه على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا، على طريقه رغيفات كبار. صافي ونخليهم يرتاحوا عاود شويه حتى كيطلقوا. ملي كيطلقوا لينا دوك الرغيفات كنجيبوا ديك الرغيفه كنطلقوها كبيره وكنقسموا داك العجين كيف ما كتلاحظوا هنايا على 3 على حسب الرغيفه اللي درتو. يا اما غادي تجيكم على 3 على 2، كيجي مورق وتيجي هشيش ومقرمش. انا هنا ما درتش انا الزبده. تقدروا ديروا داك الخليط اللي كنديروا في الوسط، تخلطوا الزبده وزيت، كيجي هشاش كتر، كيجيو مقرمشين. هاد الطريقه اللي كنديروا كتخدمي بزاف ديال السيجار في بلاصه، زعما دغيا كتسهل عليك الطريقه. كنجمعوا من الجوانب ونجمعوها على شكل سيجار،
كيف ما كتلاحظوا هنايا. حسن ما كنطلقوا كل وحده بوحدها هكا كيجي مزيان. كتصوبي 9 ما شاء الله 9 ديال الوحيدات هكا. وكنشرطوهم شويه هكاك بالموس من الفوق، واخا يتحلوا ماشي مشكل. من بعد كنديروهم في واحد اللاطه وندهنوهم بالصفر د البيض. بالنسبه اللي بغى يرش عليهم شويه ديال البذور الخشخاش او شويه ديال السانوج، غير شويه ديال الجنجلان، نتوما والاختيار ديالكم. انا درتو غير عادي هكا صافي. وكتدخليه للفران حتى كيطيبوا من التحت، وثاني كتحمريهم عاود كترديهم لتحت يتحمروا. وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى انه يعجبكم هذا الاقتراح ديالي. شكرا لكم وربي يحفظكم ليا.